انا اللي ايدي نرجع لمست للفور. البتاع. لا احنا نرجع للفور بقى، لا احنا نرجع للفور. ده مزايا تشالنجز، ودول جورجينا سمير سينيور سيلز. احمد طارق سينيور سيلز. والنهارده هنختبر معلوماتهم عن الداون تاون في العاصمه الاداريه الجديده. نبدا باول سؤال، مساحه منطقه الداون تاون. احمد طارق 1364 فدان. اذكر 5 علامات مميزه بالقرب من المنطقه. 5 علامات مميزه في داون تاون: شريط الابراج السياحيه، حي التنزه والتسوق، حي الازياء والموضه، حي المالي، حي الحكومي، سنترال بارك. غلط؟ ما خلتنيش اكمل السؤال بس للاسف اجابه صح. اذكر عدد احياء منطقه داون تاون اسمه. انا دوست على فكره، انا دوست. اتفضلي. تاني: حي التنزه والتسوق، حي الازياء والموضه، حي التراث والفن، الحي المالي، حي الحكومي، حي اداري. تمام يا جماعه. اوكي. مسجد مصر يعد المسجد رقم كام من حيث المساحه على مستوى مصر ومساحته قد ايه؟ انا عارفه بس كم. اوكي. سبتك، اديتك فرصتك. هو تاني اكبر مسجد على الشرق الاوسط، يبقى الاول على مصر. لا غلط. هجاوب بقى انا. جاوب يا جينا. 68 فدان، هو تاني اكبر مسجد بعد فتح العليم. فتح العليم 106 فدان. جينا صح. كم تبلغ مساحه كل من الحي السياحي وحي الازياء والموضه؟ حي الازياء والموضه 40 فدان، والحي السياحي 136. وصح، انا متاكده.